في الصفوف الأولى أخ مصري جزاه الله خير زعلان عشان احنا قاعدين نتكلم عن فرعون، مسوي كذا زعلان. فبعد الصلاة جالي قال لي قرأ ايه يا شيخ وليد؟ والله بقالي 15 سنة في السعودية، فرعون طلع فرعون نزل، فرعون أكل فرعون شرب، ما فيش أبو جهل ولا عشانه سعودي؟ ايش رأيكم؟ أبو جهل سعودي اعترفوا. فقال لي انتم ما تبغون تتكلمون، وبعدين انت في الخطبة قاعد لفرعون انت ذرة انت حشرة انت مش عارف ايه. يا عم انت ملك ومال فرعون، ادونا عن ابو جهل. قلت له حبيبي شوف، الجمعة الجاية بإذن الله أعد خطبة كاملة عن أبو جهل، أنا أوريك فيه، بس أهم شيء هدي أعصابك وبإذن الله ما يصير إلا اللي في خاطرك. الجمعة اللي بعدها جيت لقيت الآدم مسنتر في الصف الأول ومعاه ضيوف، ونسيت إني مواعده اليوم في خطبة الجمعة. وهو جالس أول ما جيت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صار يدق اللي جنبه يقول له النهاردة الخطبة عن أبو جهل. والله يا أخوان ما عديت خطبة عن أبو جهل، المؤذن يأذن صرت ما ردد وراه. قلت وش من فين أجيب له أبو جهل الحين؟ ومواعد الرجال إلا أتكلم عن أبو جهل. يوم انتهى المؤذن وقمت حمدت الله واثنيت عليه وصليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا أخواني. طلعت على المنبر قلت ذكر الإمام البخاري في كتاب المغازي في عدة أصحاب بدر من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه في يوم بدر عددهم 314 رجلا، هم خيار أهل الأرض في ذلك الزمان، التقوا بخيار أهل السماء جبريل ومعه 1000 من الملائكة، التقوا بشرار أهل الأرض وعلى رأسهم أبو جهل. قال المصري الله أكبر. المهم بدأت أتكلم، دخلت في أبو جهل، كل ما أجيب أبو جهل قال الله أكبر، والناس صاروا يلتفتوا عليه وخلوا الخطبة. إلين يا أخوان وصلنا آخر قتل أبو جهل، لما قتلوا عبد الله بن مسعود وجاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن مسعود من هذا؟ قال هذا أبو جهل يا رسول الله. طبعا المصري جزاه الله خير مسوي كذا مبسوط وفرحان داخل جو في الخطبة. قلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا ابن مسعود؟ قال هذا أبو جهل يا رسول الله. فسجد سجود شكر لله وقال فرعون هذه الأمة. مصري سوى كذا قال لي قرأ يا شيخ وليد، هو فرعون ورانا لازم في كل خطبة تجيبوا لنا فرعون ولا لازم تبوظوا الخطبة؟ قلت الله يجمعنا وإياك في الجنة واترك فرعون.